يبدو أن عدد كبير من نجوم نادي الهلال الحاليين سيرحلون عن الفريق الأول لكرة القدم بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، والهلال يقدم مستويات رائعة في الموسم الرياضي الحالي على المستوى الخارجي، حيث حصل على المركز الثاني في مسابقة كأس العالم للأندية مع التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا. أما على المستوى المحلي يعاني الزعيم من تذبذب في النتائج باحتلاله المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين رغم التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وكشفت الشبكة عن أن ميشيل لا يستطيع التأقلم في المملكة العربية السعودية ويريد العودة إلى بلاده البرازيل من جديد ومن ناحيتها. أعلنت صحيفة FANATICOS موافقة الإدارة الهلالية برئاسة النادي الهلال على بيع عقد النجم الكولومبي غوستافو كويلار متوسط ميدان الفريق الأول. وكشفت الشبكة عن أن ميشيل لا يستطيع التأقلم في المملكة العربية السعودية ويريد العودة إلى بلاده البرازيل من جديد. ومن ناحيتها أعلنت صحيفة FANATICOS موافقة الإدارة الهلالية برئاسة نادي الهلال على بيع عقد النجم الكولومبي غوستافو كويلار متوسط ميدان الفريق الأول. وكويلار جدد عقده مع نادي الهلال حتى عام 2024، إلا أن إدارة بن نافل لا ترى مشكلة في التخلي عنه خلال الميركاتو الصيفي القادم. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.